ننتقل إلى البيت 99 الذي يقول فيه إمامنا الجزري: قرة عين جنة في وقعت، فطرة بقية وابنة وكلمة. ذكر رحمه الله في هذا البيت 6 كلمات. الكلمة الأولى قرة، الثانية جنة، الثالثة فطرة، الرابعة بقية، الخامسة ابنة، السادسة كلمة. فأين هي مبسوطة؟ نرى كما يقول إمامنا الجزري: قرة عين. قلت أيها الإخوة وأذكركم دائما أن إمامنا الجزري أحيانا يقيد باسم السورة، فيقول مثلا شجرة الدخان، فهنا قيدها باسم السورة. وأحيانا يقيد الكلمة المطلوبة بكلمة قرآنية قبلها أو بعدها تدخلها وتخرج ما عداها من المواضع. فقوله رحمه الله قرة عين بين بأن قرة التي تاؤها مبسوطة هي التي جاء بعدها كلمة عين، وذلك في سورة القصص فقط. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. قرة عين التي بعدها كلمة عين. فلما قال إمام الجزري قرة عين، من الذي خرج؟ خرج قرة أعين. قرة أعين شيء وقرة عين شيء. إذن المبسوط في القرآن العظيم فقط قرة عين. نستطيع أن نرى ذلك على اللوحة التعليمية في البيت 99. قوله رحمه الله قرة عين القصص الآية 9 كما نرى أمامنا: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. هذه المبسوطة. نرى في اللوحة أيضا بخلاف قرة أعين في الفرقان الآية 74، وبخلاف من قرة أعين في السجدة الآية 17، فإنهما مربوطتان. إذن لو سئلنا عن موضع القصص كيف نقف أيها الإخوة؟ وقالت امرأة فرعون قرة، هكذا. ولو سئلنا عن موضع الفرقان قرة، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة، ولا نقول قرة لأنها بعدها أعين وليس عين. هكذا كتبت، الله أعلم ما الحكمة من ذلك. ننتقل إلى الكلمة التي بعدها في البيت، وهي قوله تعالى جنة في وقعت. قوله رحمه الله جنة في وقعت، كلمة وقعت إشارة إلى سورة الواقعة. قال تعالى في مطلع سورة الواقعة: إذا وقعت الواقعة. فقال إمامنا الجزري جنة في وقعت، يعني جنة في السورة التي فيها كلمة وقعت، وهي سورة الواقعة. الآية 89 قوله تعالى كما نرى على اللوحة: فروح وريحان وجنة نعيم. فلو اضطررنا أو سئلنا نقول فروح وريحان وجنة، هكذا بتاء مبسوطة اضطرارا أو اختبارا.